أنا عايز أفرجك على شوية عروض أقل من التجاري، أقل من المصنع، أقل من المستورد. بس الحاجات دي كلها أنا ضاربها شوية عروض ومش هتتكرر اليومين دول. شايف الحاجات دي كلها يا ست الكل؟ مساء الخير عليكم، أهلا بيكم. دي تاني حلقة من سلسلة الشراء أونلاين. إزاي تشتري أونلاين، إزاي تجهزي بنتك من الأونلاين، إزاي تشتري أرخص من السوق من الأونلاين. كل حاجة مضمونة 100% وحقك مضمون 15 يوم إرجاع. اللي ما شافش الحلقة الأولى هسيبها لكم في الديسكريبشن، يروح يتفرج عليها عشان يعرف يستفاد ويعرف يطلب إزاي أونلاين ويعرف إزاي يستفاد من العروض. واللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد. وما تنسوش تعملوا لايك. يلا بينا. الحلقة الأولى اتكلمنا ازاي تشتري من أمازون، ازاي تستغل العروض. يلا بينا على الابليكيشن ونكمل تاني حلقة. دخلنا على الابليكيشن أمازون. خليكي معايا يا ست الكل، أنا عايز أفرجك على شوية عروض أقل من التجاري، أقل من المصنع، أقل من المستورد. بس الحاجات دي كلها أنا ضاربها شوية عروض ومش هتتكرر اليومين دول. شايف الحاجات دي كلها يا ست الكل؟ تعال نشوف الخلاط ده. أول حاجة عرض تفاصيل الطلب. الطلب ده ب669 جنيه. حضرتك لو جيتي تشتريه من بره أقل حاجة 800 جنيه، ومستحيل يديهولك 800 جنيه لأنه سعر المصنع 800 ل 10 790 جنيه، وانت تشتريه هنا 669. واي حد يقدر يشتري على فكره يا جماعه، مفيش اي شروط امازون عاملاها، يعني اي حد يقدر يشتري. تمام، الكميه اللي انت عايزاها. دي الكبه سكاني، دي لازم افرجكم عليها حلقه مخصوص، عرض التفاصيل الطلب. الكبه دي 855 جنيه يا جماعه. دي لو اشتريتيها يعني كنت شاطره خالص، دي الخمسة لتر، 5 لتر عليها عرض ب 855 جنيه. حضرتك لو شاطرة جدا ورحت اشتريتيها من السوق اللي هو عامل لك عليها عرض، هيقول لك ب1000 جنيه. بالأمانة دي من مصنعها ب960 جنيه. لما التاجر يكسب فيها 40 جنيه دي يعني ده مكسب كويس، مكملش 10% ولا 5% حتى. فدي يا ست الكل بدون شروط تقدري تشتريها بدل ما تشتريها من السوق. أنا أفرجكم على حاجات كتير. دي تاني حاجة الكبة. تالت حاجة الكب التاتش. دي كب التاتش التانية كانت كبة سكاني. بس يا ست الكل عرض تفاصيل الطلب 878. برضه دي أقل حاجة 1050 جنيه. 1050 جنيه دي أقل حاجة تقدري تشتري بيها كب التاتش اللي هي 700 واط، لتر ونص، 2 سلاح. دي مش الكبة اللي هي 2 لتر 3 سلاح، دي 2 سلاح لتر ونص اهو 878. تمام. دي تالت حاجة الكاتل ده كاتل تاتش، ده اللي هو اللتر ونص. ده اقل حاجه يا ست الكل هتشتريه 300 جنيه. 300 جنيه. انا اشتريته ب 205 في العروض، 205 جنيه. تمام. بعد كده في الموبايل ده طالع جديد، اسمه ايه؟ عرض تفاصيل الطلب. لا مش ده. اسمه موبايل جالاكسي A04E سمارت مزدوج الشريحتين، رامة 3 جيجا. ده ب 3400 جنيه يا جماعة. سألت عليه عندنا قالوا لي ب 4000. كام يا ست الكل؟ دول أولى بيهم بيتك 600 جنيه.
بعد كده خلاط، ده خلاط باور تاتش غني عن التعريف. انا بوريكم العروض ازاي. عرض تفاصيل الطلب. لا مش ده. طب ده، معلش النت بطيء شوية اهو. خلاط، خلاط تربو، سوري مش باور، خلاط تربو 900 جنيه. ده لو لقيتيه رخيص في مكان هتلاقيه ب1000 جنيه. عروض كتير جميلة جدا، انا مش هقدر افرجكم على كل حاجة. ده مضرب نسكافيه، دي كبة سكاني اللي هي ال3 لتر اللي فرجتكم عليها قبل كده، دي 5 لتر. تمام. مضرب نسكافيه التكييف المحمول، ودي ال3 لتر. ده الميكروويف ده حاجة عجب. ده يا ست الكل هتلاقيه بره ب5000 جنيه. 5000 جنيه. امازون عاملالك عليه عرض 4700 جنيه اهو. 4700 جنيه. اللون الاسود منه ب 4929. طب بالعكس اللون ده احلى. تمام. دي انا بوريكم العروض وفرق الاسعار. صدقوني الحاجه بتيجي متغلفه زي الفل وحاجه نظيفه. غير ده كله ان انت لو في حاجه ما عجبتكش او جربتيها طلعت فيها حاجه تقدري ترجعيها وفلوسك مضمونه في 100%. 15 يوم ارجاع. تمام. في نقطه يا ست الكل، لما تيجي تطلب حاجه لازم تاخدي بالك منها. احنا على فكره في منصات كتير او ابلكيشنات كتير بتقدم حاجات كتير. هعرفكم عليها واحده واحده. مثلا اجهزه منزليه. تمام. ادوات المطبخ، اي حاجه هتلاقيها على امازون. اي حاجه، اكسسوارات. مثلا عايزين الشياطه دي. الشياطه دي ب25 جنيه. كلمه ارجاع مجانا دي اللي تحتها اهي، دي معناها التوصيل مجانا. طيب، تبقى واحده فقط. في حاجه تحت كده اهي، بائعون اخرون على امازون. هندوس عليها. هنبص بقى، في تاجر عاملها ب25 اللي احنا شفناها، وده 30 وده 34 34 37 الى لغايه 49. في احيانا العكس، بيبقى العارض اغلى مثلا واللي جوه ده ارخص. بس انا عن نفسي يعني التجار اللي لهم تقييم عالي زي اللي تحت ده بدوس على اي تاجر. يعني ده بدوس عرض المزيد 53 ايجابي خلال 12 شهر. تمام. دي اراء العملاء في التاجر ده، يعني بيشتروا الطلب ويقيموه. ما علينا، انا بحب اجيب من امازون. من امازون نفسي. ازاي اجيب من امازون نفسي؟ ده ادور لكم على حاجه. مثلا خلاط تاتش، عشان ما اقعدش ادور كتير عايز اقدم لكم مثال. بص يا ست الكل، انا فتحت دلوقتي المضرب الكبير بتاع تاتش 3600. ارجاع مجاني، يعني الشحن مجانا. تمام. يشحن من امازون اهو، يباع من امازون. ده امازون نفسها اللي بيعها. بائعون اخرون على امازون اهو. ده بائع اخر وده امازون. فده ب 3600 وتوصيل ب 20 جنيه. ده 3600 اللي هي امازون وتوصيل مجاني. زائد انه امازون مضمونه هتوصل لي الطلب 100%، ما فيهوش اي خدش، الكرتونه سليمه 100%. دي اول نقطه في الحلقه دي، ان انت تركزي على امازون. زائد انه في حاجه تاني اهو، المضرب ده امازون اللي بتبيعه، ده اللي هو 400 واط يا جماعه. ده اقل حاجه هتشتريه ب 600 جنيه، اقل حاجه، لانه في المصنع ب 580. يعني امازون بتبيعه 500 زائد انه توصيل مجانا. مفيش غير انه هتدفع 12 جنيه بتاعه الدفع نقدا. يبقى يشحن من امازون، يباع من امازون. ده امازون اللي هتوصله لك لحد عندك. هتلاقي الحاجه نظيفه واصله لك 100% بتغليف كويس خالص. عايزه تتفرجي على اي بيانات بتاعته اهو، الماركه، رقم الموديل، احمر، مش عارف ايه، كل حاجه عنه، كل الاشكال عنه اهو. تمام. بامانه سعر لقطه. انا عن نفسي في المعرض ببيعه ب 600 جنيه. فالعروض دي يا ست الكل حضرتك يعني تستغليها، هتفيدك في الايام الصعبه دي، وهتوفر عليكي
زائد انه في طرق تقسيط كمان عاملها لك امازون على اي بنك تختاريه. تمام. فاحنا قلنا هنشتري من امازون. في تجار برضه كويسة خالص جدا هتعرفيها من التقييمات اهو. ده 42، ده بائع جديد، ده بائع جديد كده. هتشوف التقييم اللي تحت التاجر. بعد كده يا ست الكل، دلوقتي انا عايز ارجع سلعة. بروح ادوس على ده، على الايقونة اللي تحت دي اللي هي عاملة زي الولد مثلا. هدوس عليها، تاني واحدة جنب البيت اللي تحت، مشترياتك. تمام. واروح على حاجة اهو، مثلا المج ده، في اهو قم بارجاع او استبدال السلعة قابل للارجاع حتى 10 اغسطس. اخر ال 15 يوم 10 اغسطس. بس هتكتب السبب، لم اعد بحاجة اليه. آه... تمام. المنتج تالف، الصندوق تالف. هتشوف ايه مشكلتك وهتكتب لم اعد بالحاجة عليه. ده تمام. مثلا اجزاء مفقودة او مكسورة، ده عامة اي سبب هيقبلوا امازون. تمام. ممكن اكتب غير ذلك او لم اعد بحاجة اليه. شكرا. واستمرار. اول ما هدوس استمرار هيعمل لي ارجاع، وهيجي تاني يوم المندوب يرن علي وياخد الحاجة مني. دي تاني حاجة. تالت حاجة بقى، موضوع الاتصال بخدمة العملاء ده يعني صعب شوية. هندوس على الثلاث شرط دول، خدمة العملاء. تمام. أسئلة ما قبل الطلب، أسئلة أخرى، أنا بحاجة إلى مزيد من المساعدة. تمام. اتصل، اطلب الاتصال الآن. اختار اللغة وبعد كده الرقم، واضغط على اتصل بيه. هم اللي هيتصلوا بيك، هم اللي هيتصلوا بحضرتك. تمام. تقدر تقول له أنا عندي مشكلة مثلا، مش عارف أرجع المنتج، مش عارف مثلا أدفع بالفيزا. أي حاجة أي حاجة هيبقى معاك، هيعرفك خطوة خطوة. دي تقريبا كل حاجة هتعرفيها عن أمازون عشان تقدري تشتري. كل حاجة، طريقة الشراء، الإرجاع، إزاي أعرف إني بشتري من تاجر ولا بشتري من أمازون، إزاي أتصل بخدمة العملاء. كده مش ناقصك حاجة غير إنك تدخلي كل شوية تراقب العروض. أي حاجة عرض تقدري تطلبيها. بس في حاجة عليك، لو طلبتي كتير وقعدت تلغي على طول ممكن يقفل لك الحساب، أو هتضطر تدفعي بالفيزا إجباري. تمام. خدي بالك من النقطة دي. بعد كده في ابلكيشنات كتير، يعني مثلا موثوق بيها برضو، وفي حاجات كتير انا معرفهاش. يعني بعد كده انا بتعامل مع نون اهو، وطالب منه حاجات كتير. حسابي، الطلبيات اهو، تم الشحن، عرض التفاصيل. عارفين بكام ده يا جماعة؟ ده ب960 جنيه. 960 جنيه. ده ب1300 جنيه يا جماعة. يعني كام يا ست الكل؟ 340 جنيه. يعني مش 10 ولا 5 ولا 50. حضرتك بتوفري 340 جنيه، أولى بيهم بيتك وعيالك، وهي يعني هيسندوك في الجهاز غير حاجات كتير. بس حضرتك تراقبي الموضوع. يعني انت أول يومين 3 هيبقى الموضوع صعب عليكي، هتحسيه رخم كده، بعد كده هتتعودي. اهو الكبة اللي أنا اشتريتها من أمازون ب855 جنيه، هنا على نون 929 جنيه. نفس موضوع أمازون، نفس نون. هذا المنتج قابل للإرجاع مجانا. بس واحدة واحدة هتاخدي على الموضوع بأمانة. موضوع لذيذ جدا وهيوفر لك كتير في جهاز العروسة، زي ما الدنيا يعني مفيش فيها توفير. فدي ممكن حاجة توفر لك كتير بأمانة. أنا بديكي أمثلة حقيقية. أنت لو دخلت دلوقتي هتلاقي الحاجات اللي أنا بقول لك عليها في أمازون أو نون أو غيره. الموضوع ده شرحه طويل،
إن شاء الله نكمل السلسلة مع بعض. مستني أسئلتكم استفساراتكم. ما تنسوش دعمكم عشان نستمر، عشان نكمل السلسلة وعلشان الكل يستفاد. والموضوع ده بأمانة بقى منتشر، أنا بستغرب على الناس اللي لسه ما تعرفش. موضوع مضمون جدا بالأمانة. أنا وريتكم طلبات من أمازون دفعها بالفيزا حوالي 70,000 جنيه. موضوع مضمون ما تقلقوش منه حاجة، وانت لو قلقانة اعمل الدفع نقدا، ما تدفعيش بالفيزا. تمام. والإرجاع وليك 15 يوم إرجاع، مفيش أي قلق. جاتلك مكسورة، جاتلك مش عارف ايه، هترجع. جاتلك مكسرة هترجع. مع أمازون الزبون دايما على الحق. مكسورة متنيل على عينها، هترجع. 15 يوم فلوسك هتلاقيها عندك. لو دخلت حساب على أمازون هيحولهم لك على حساب البنك. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على القناة. سلام.